والله يقول الإمام الشافعي: أنا أنصحكم يا جماعة، إذا انكشف يوم القيامة الغطاء عن ثواب البشر لم يروا ثوابا أفضل من ثواب ذكر الله للذاكرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام أربع كلمات اصطفاها الله: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. ترى ذكر الله ثوابه عظيم، ما يحتاج انك تتجه للقبلة، ولا يحتاج انك تتوضأ، ولا يحتاج انك تتهيأ بلباس معين، ولا يحتاج انك تروح المكة ولا المدينة، ولا تصلي في القدس، ولا تصلي في المسجد. تذكر الله في كل حال. اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم في كل مكان وكل زمان، إلا المكان الذي فيه أكرمكم الله الخبث والخبائث. الله يذكر في كل مكان إلا الخلاء. الروح ما نعرفها، الشيء الوحيد اللي الله نسبه له هذا الأمر. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم أو قل العفو. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال. يسألونك عن المحيض قل هو أذى. يسألونك عن الأهلة قل الأهلة. لما قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لحد يسأل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عجزوا الأطباء يبون يعرفون سرها الروح، ما يدرون، ما يعرفها إلا الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها ما يعرفها. لا يعرف الروح ولا أسرارها إلا الله، هي محبوسة داخل الجسد. لكن بقول لكم شيء، روح مخلوقة من وين؟ جاية من نفخة من السماء من فوق. الجسم من وين؟ من التراب. الجسم يحتاج للأرض، يأكل من الأرض. الروح تحتاج غذاء كما يحتاج الجسد، غذاءها بالسماء. الروح مرتبطة بالسماء، ولذلك إذا مت روحك ترقى فوق وجسدك يبقى معك يدفن في الأرض، لأن جسدك مرتبط بالطين. بس حرام عليك، حرام أنك تشبع بدنك وجسدك من اللحوم والمأكولات وروحك جوعانة تقول حرام عليك. شبعني بكتاب الله، اقرأ القرآن، شبعني بسنة رسول الله، شبعني بسجدات وصلوات، شبعني بحج وصيام وصدقة. الروح إذا مرضت يصاب الناس بالاكتئاب والقلق والأرق. الناس تشتكي أمراض وهمية، لو سألتهم تصلي قال والله لك عليها، تتصدق قال لك عليها. تصدق، داووا مرضاكم بالصدقة، صل وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين، الراحة، الاستقرار، التوازن مطلوب. لو اهتميت بجسدك الحالة دون روحك هذا خطأ، ولو اهتميت بروحك دون جسدك هذا خطأ. يجب أن تتوازن على أساس تستطيع. أكبر سورة نقرأها كلكم حافظينها تعاتبنا لأننا غذينا أجسادنا وتركنا الروح: ألهاكم التكاثر. كثرة المال وكثرة الملابس. لو تفتح دواليب بعض الحريم والله لو على الثياب زكاة يعني يزكون بالملايين. بعض الناس سيارات مالي حوشة. حتى زرتم وسمعنا الآية: التهيتم في دنياكم بجمعها وكثرتها لأن جاكم الموت. حتى زرتم المقابر. ثم الله يوبخ: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عيشوا حياتكم، اقتربوا من ربكم، اقتربوا من أهليكم، استثمروا أوقاتكم، وقولوا لعل خير، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أبى أعطيكم نصيحة اكتبوها واعتبروها نصيحة من ذهب. إذا ضاقت بك الدنيا وأشغلتك الهموم وأثقلتك الديون وتوالت عليك الأحزان
فقرب إلى الله قربانا، قرب إليه صدقة. قال الله جل وعلا: وقدموا بين يدي نجواكم صدقة. تصدق، قرب إلى الله شيء، ثق تمام الثقة أنك إذا قربت إليه سبحانه وتعالى أمرا أعزك الله جل في علاه وأعطاك ما لم يخطر على بالك.